يا أهلا يا أصحابي، أنا جدكم حكيم، وجاي أحكي لكم حكاية جميلة أوي عن الأرنب الذكي اللي علمنا معنى التعاون والصبر. في يوم من الأيام كان فيه أرنب صغير اسمه سامي، ساكن في الغابة مع أصحابه. سامي كان نفسه يزرع جزرة كبيرة عشان يفرح بيها ويفرح أصحابه كمان. سامي راح وحرث الأرض بإيده وزرع بذور الجزر وسقاها كل يوم. كان صبور ومزهقش حتى لما البذور اتأخرت شوية عشان تكبر. وفي يوم لقى سامي جزرة ضخمة جدا طلعة من الأرض. حاول يشدها بإيده بس ما قدرش. نادى على صديقه السلحفاة هاني وقال له: يا هاني، تعال ساعدني نشد الجزرة مع بعض. السلحفاة مسك في الأرنب والأرنب مسك في الجزرة وشدوا بس برضو ما قدروش. نادت السلحفاة على البطة ديدي. جات ديدي بسرعة ومسكوا كلهم في بعض، شدوا بقوة، وفجأة طلعوا الجزرة الكبيرة جدا. فرح الأرنب وقال: لو ما تعاوناش مع بعض ما كناش هنقدر نطلعها أبدا. ضحكوا كلهم وفرحوا ووزعوا الجزرة على كل حيوانات الغابة، وتعلموا إن التعاون بيخلينا ننجح ونفرح كلنا. لو عجبتكم الحكاية يا أصحابي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان دايما أحكي لكم أجمل القصص. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.